سالم يحاول لعب الكرة العرضية. سالم عرضية عالية والكرة تصطدم في القائم. كرة عيسى المحياني تصطدم في القائم. البديل الثالث للهلال كاد أن يضع الهلال في المقدمة، ورأسية نموذجية من عيسى المحياني، لكن الكرة تصطدم في القائم الأيسر لعبد الله الدوسري. هنا تعود تتخلص أخيرا من خالد وتعود ونواف يسجل. نواف يسجل. نواف العابد جاءت الكرة المرتدة أيضا البديل يسجل في مرمى النصر في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني. الضغط والضغط وياتي هدف للهلال ونواف العابد يسدد مباشرة في المرمى. هدف هلالي أول. هذه عادة التمريرة إلى كريستيان والهمسن لعب الكرة العرضية خلصت من خالد الغامدي، وعلى الطاير ياخذها نواف. عادة من الإصابة والعودة أحمد، والكرة على يمين عبد الله العنزي. هدف أول لصالح الهلال بعد كرة رأسية. كانت شكل الكرة الرأسية كانت من سعد الحارثي. الكرة الرأسية حتى كانت من سعد الحارثي اللي اصطدمت بالقائم، لكن كرة ليس عليها أيضا أي حسرة من نجوم الهلال، لأن هذه الرقصة وهذه الحركات الأكروباتية لنواف العابد هي من تأتي بالفرحة. والرأسية بالفعل كانت من سعد الحارثي.